قلت لكم ان مصر استلمت الدفعه الجديده من الرافال، وبكده يبقى وصل عددها ل 55 في الاسطول الجوي المصري. وقلت لكم ان الاخوان وميليشياتهم بيقولوا انها طياره فاشله وسقط منها كتير في حرب الهند وباكستان. طب هل هي فعلا طياره فاشله ولا العيب في الطيار الهندي؟ وليه مصر اشترت الطياره دي تحديدا رغم سعرها المرتفع؟ وهل مصر بتمتلك حاليا تصنيع الطياره دي؟ كل الاسئله دي هجاوبكم عليها، بس تعالى اخدكم في رحله صغيره في عالم الطيارات الحربيه علشان نفهم ونعرف الفرق بين كل طياره، وهنلاقي الاجابه على كل الاسئله دي في التفاصيل. يلا بينا. الطائرات القتالية عالم واسع أشبه بمجموعة وحوش ميكانيكية، كل واحدة منهم اتولدت لفكرة معينة. لما تفكها بعين علمية تلاقي كل فئة معمولة لتفوق معين، تفوق جوي، هجوم أرضي، استطلاع، قصف استراتيجي، وهكذا. تعالى نمشي فيها كأننا بنفتح موسوعة للطيران بس من غير جمود. أول حاجة هنتكلم عنها المقاتلات أو طيارات الفايترز. دي بقى قطط الحرب السريعة، معمولة للمعارك جو اللي هي السيطرة على السماء واعتراض أي هدف طائر، سرعتها عالية ورشاقتها فوق الخيال، وأنظمتها قتال إلكتروني مستواه مرعب. والطيارات دي زي الاف 22 رابتر، الاف 35، الرافال، اليورو فايتر تايفون، الاس يو 35 والميج 29. ومميزاتهم سرعه خارقه ومناوره عاليه، رد فعل سريع واعتراض الاهداف، صواريخ جو ورادار متطور. ومهمتها الاساسيه تكسب السماء. امتى بتظهر قوتها؟ لما بتكون المعركه بتعتمد على التفوق الجوي، ملاحقه وتعطيل طائرات الخصم. اما تاني نوع من المقاتلات هو المقاتلات القاذفه، المالتيريال فايترز. تقدر بقى تعتبرها المقاتلات الشامله، نفس خفه المقاتلات بس معاها عضلات هجوم ارض محترمه زي الاف 16 والاف اي 18 والجريبن والميراج 2000. طب ايه مميزاتها بقى الطيارات دي؟ تعمل جو وجو ارض، تقدر تحمل قنابل ذكيه مرنه في المهام اليوميه، وارخص من مقاتلات السياده الجويه. ودي بقى بتبقى الانسب للدول اللي عايزه طياره واحده تعمل كل حاجه. تاني نوع من المقاتلات القاذفات الاستراتيجيه، استراتيجيك بومبرز. دي الوحوش التقيله، مش بتتخانق في دوشه الجو، دي بتطير بعيد قوي وتشيل قنابل بكميات مرعبه. ودي زي البي 52 والبي 1 بي والبي 2 سبريت والتي يو 160. مميزاتها مدى هائل، حموله قنابل ضخمه، وبعضهم شبحيه زي البي 2 بيديك ضربه اولى في النزاعات. الفرق بينها وبين المقاتلات زي الفرق بين واحد ماسك مسدس وواحد شايل صاروخ نووي. اما رابع نوع طائرات الهجوم الارضي، الجراوند اتاك. دي بقى مصممه لتحطيم الدبابات والمدرعات ودعم الجنود في الارض، وبتطير ببطء شويه لكنها مدرعه وبتستحمل الضرب. وامثله زي الاي 10 ثاندر بولت 2 والاس يو 25 فروك فود. مميزاتها مدافع تقيله زي الاي 10 والجي اي يو 8، بتتحمل اصابات قويه وبتطير على ارتفاعات قليله ودقه ضرب ممتازه على الارض. خامس نوع من الطائرات طائرات القصف التكتيكي، تكتيكال بومبرز. اخف من الاستراتيجيه لكن اكثر دقه واسرع. وامثله زي الاس يو 34 والتورنيدو. مميزاتها هجوم دقيق، اسرع واخف من القاذفات الكبيره، مناسبه لمعارك خط الجبهه. سادس نوع من الطائرات هي طائرات الاعتراض، الانتركبترز. ودي بقى الحرس الشخصي للبلد، مهمتها تلحق اي طياره معاديه بسرعه خرافيه قبل ما توصل حدودك. والامثله عليها الميج 31. ومميزاتها سرعه جنونيه بتوصل ل 3 مخ، رادارات قويه لمسافات طويله، وتعمل غالبا على الدفاع الجوي. سابع نوع من الطائرات هو الطائرات الشبحيه، الستيلث فايترز بومبرز. دي مش فئه مستقله بالكامل لكنها خاصيه الطائره الشبحيه، هدفها تبقى موجوده بلا وجود. وامثله عليها الاف 22 والاف 35 والبي 2 والاس يو 57 بنسبه اقل. مميزاتها بصمه راداريه ضعيفه، تصميم خاص وعوازل حراريه، صعوبه اكتشافها بالرادارات التقليديه. وثامن نوع واخر نوع الطيارات بدون طيار، الطياره القتاليه، اليو سي اي في. ودي المستقبل واسرع في التطوير وارخص، وبتشتغل على نفس مهام البشر بدون مخاطر. والامثله عليها البايراكتر تي بي 2 والام كيو 9 ريبر والوينج لونج وشاهد 136 للانتحاريه. واخر نوع مصر اعلنت عنه من يومين، جبار 150. ودي نسخه شبيهه لشاهد 136 للانتحاريه اللي هي النسخه الايرانيه. لو عايزيني اتكلم عنها تقولوا لي تم في التعليقات واعمل لكم فيديو ليها مخصوص. مميزات الطياره بدون طيار، تكلفه منخفضه، قدره على البقاء في الجو لساعات طويله، عمليات دقيقه بدون طيار بشري، وبعضها يعمل في اسراب ذكيه. الفرق الاساسي بين كل الفئات دي، كل فئه معموله لساحه مختلفه. المقاتله بتسيطر على السماء، والقاذفه تدمر اهداف استراتيجيه، الهجوم الارضي تضرب المدرعات، الاعتراض بتحمي الحدود الجويه، الشبحيه بتختفي وتضرب، المسيره بتستنزف العدو بذكاء، القاذفه الاستراتيجيه تضرب بلد كامل من بعيد. العالم الجوي كله قائم على فلسفه واحده، لو سيطرت على السماء يبقى سيطرت على المعركه. نتكلم بقى على الرافال. الرافال شبه لاعب الكره الموهوب، بيعرف يلعب في كل المراكز، طياره فرنسيه معموله بذكاء، واللي بيميزها ان فلسفتها مرونه ووعي وشبحيه جزئيه واسلحه محترمه. وهقول لك على المميزات اللي بتوضح ليك ليه دول كتير اختاروها. اول حاجه طياره متعدده المهام، وده بجد مش لقب، بتطلع جو ارض، استطلاع وتشويش الكتروني، هجوم بحري، وكل ده في نفس الرحله لو انت محتاج. ده بسبب ان كل الانظمه فيها مدمجه جوه دماغ واحده اسمها سبيكترا. نظام سبيكترا ده
سلاح خافي بحد ذاته، وده يعتبر المخ اللي بيخلي الرافال واعيه بكل اللي بيحصل حواليه. يرصد الرادارات المعاديه من مسافات بعيده، يعرف نوع الرادار والتهديد، يشوش ويضلل الصواريخ، يعمل ديكويز يعني بيعمل افخاخ خداعيه الكترونيه، يحدد مسار هروب تلقائي. الطيار بيبقى كانه لابس بدله خارقه، قسمه راداريه منخفضه، شبحيه جزئيه يعني، مش شبحيه زي الاف 35، لكن بدل مصمم بذكاء استخدام مواد موصل لموجات الرادار، اسلحه داخليه وعلاقات منخفضه الانعكاس، ده بيخلي اكتشافها اصعب بكتير من الطائرات التقليديه. وكمان فيها رادار ايسا RBE-2AA، وده رادار قوي، مواجهه متعدده الاهداف، مدى كبير، مقاومه للتشويش، يتعامل مع طائرات، صواريخ واهداف ارضيه بدقه. الرادار ده بيخليها تشوف الاول. كمان الطياره فيها صواريخ قويه جدا زي الميتيور والميكا وسكالب. هنا بقى السر الفعلي، صاروخ ميتيور مدى كبير جدا، اكتر من 150 كيلومتر، سرعه شبه ثابته لحد الهدف، واحد من اقوى صواريخ جو في العالم، وده معناه ان الطياره تقدر تضرب قبل اي خصم ما يفكر يقرب. ميكا بيشتغل رادار او حراري ممتاز في القتال القريب والمتوسط. سكالب صاروخ كروز ذكي بيضرب اهداف ارضيه محصنه بدقه جراحيه. الطياره كمان عندها قدره على المناورات عاليه جدا. الجناح الدلتا زي الكناردس يساوي مرونه غير عاديه. هي مش في جنون الSU 35 في المناور، لكنها ذكيه ومستقره ومناسبه لكل انواع القتال. الكوكبيت او المقصوره بتاعتها مريحه جدا وواعيه، شاشات كبيره، واجهه سهله، توفير مجهود ذهني للطيار، وده بيخلي الطيار يركز في القتال مش في الزراير. الطياره بتحمل ظروف القتال الحقيقي. الرافال مش معموله في المعمل بس، لان فرنسا استخدمتها في سوريا وليبيا والعراق والساحل الافريقي وعمليات بحريه على حاملات الطائرات، وده خلاها مطلوبه لانها اتجربت على الواقع. كمان فيها ميزه لان صيانتها اسهل من منافسين كتير. واحده من ميزاتها انها مش مكلفه ولا معقده في صيانتها زي الاف 35 ولا الSU 57. الرافال ام نسخه بحريه للهبوط على حاملات الطائرات، ودي ميزه مش موجوده في معظم الطيارات الاوروبيه. باختصار الرافال مش مجرد طياره، دي منظومه متكامله بتمزج الشبحيه الجزئيه، تسليح قوي جدا، وعي الكتروني خارق، مرونه مهام، اعتماديه عاليه. طب هل مصر بتصنع الرافال؟ الحقيقه لا، مصر لا تصنع الطائره الرافال. تصنيع الرافال بيتم بالكامل في فرنسا، لكن عندها حاجات مهمه مرتبطه بالصف والتشغيل والصيانه. خلينا اشرحها لك بطريقه بسيطه ودقيقه. مفيش خط انتاج للرافال خارج فرنسا، ولا حتى للدول اللي شاركت في مشروع تايفون. الطائره فرنسيه 100%، لكن في نقل معرفه، النو هاو، حاجات معينه زي الصيانه الثقيله، الاصلاح واعاده التاهيل، الفحص الفني، تجهيزات التسليح المحليه. ده مهم جدا لانه بيخلي الطيارات تشتغل بكفاءه عاليه من غير ما ترجع لفرنسا كل شويه. طب مصر عندها ايه فعلا في برنامج الرافال؟ صيانه، دعم فني، مراكز تدريب. مصر بتمتلك ورش ومراكز صيانه للرافال وسيميليتور لتدريب الطيارين، قدره على تنفيذ اغلب اعمال الصيانه داخل مصر، وده بيقلل التكلفه وبيدي استقلاليه. تسليح كامل بدون قيود. ومن اهم ميزات صفقه مصر، حصلت على صاروخ ميتيور اقوى صاروخ جو في اوروبا، وحصلت على سكالب صاروخ جو ارض، وصاروخ ميكا كامل النسخ، ودي حاجات بعض الدول الاوروبيه نفسها اتاخرت فيها. طب هل في احتمال لتصنيع جزء مستقبلا؟ داخليا في مصر في توسيع ضخم في الصناعات العسكريه، طائرات بدون طيار، ذخائر ذكيه، مكونات الكترونيه، لكن الرافال نفسها خط انتاجها مغلق في فرنسا ومش معمول للتصدير كتصنيع مشترك، فعمليا احتمال التصنيع الكامل او المشترك ضعيف جدا. طب مصر بتصنع ايه في مجال الطيران اصلا؟ طيارات التدريب K8E تم تجميعها بنسبه كبيره داخل مصر، طائرات مسيره متنوعه، نسخ استطلاع وهجوم، تطوير الكترونيات وذخائر ذكيه محليه، مشروع طائرات قتال خفيف مع شراكات اجنبيه. يعني الاتجاه رايح ناحيه طيارات بدون طيار اكتر من الطيارات المأهوله التقيله. الخلاصه، الرافال ما بتتصنعش في مصر. مصر بتمتلك تشغيل وصيانه كامله زائد افضل نسخه تسليح. التصنيع مستقبلا مش وارد لان فرنسا ما بتفتحش خط انتاج. مصر شغاله في خط تاني، تصنيع مسيرات وانظمه الكترونيه خاصه بيها. يا رب اكون قدرت اشرح لكم واوضح لكم كل حاجه، وما تنسوش تكتبوا في التعليقات تحيا مصر، والسلام عليكم.